هو إيه بقى تطبيق ساندر ده؟ وبيعمل إيه برضه يعني أنا لسه ما فهمتش، وده مين أصلًا عشان أدّي له فلوسي وأأمّنه عليها، وبيكسّب بقى والّا أنت بتسوّق بالعمولة بقى وكده حركات الناس دي؟ لا يا عم عيب عليك، مش واثق فيّا والّا إيه؟ مبدئيًا كده هتحط فلوس أنت مش محتاجها، ولعت بقى، اتحرقت، خسرت، كسبت، أنت ما لكش دعوة بيها دلوقتي، وما تحطش فلوس هتأثّر عليك ماديًا فيما بعد، وخصوصًا لو عليك ديون وأقساط، خلّصها وما لكش دعوة بكل ده، لو تقفل الفيديو وتنزل تشتغل عشان تخلّص الديون اللي عليك، ما لكش دعوة بأي حاجة بتتقال هنا. تاني حاجة حاول تخلّيها فلوس شهرية أو حاجة أنت تعملها مضبوط، إن شاء الله لو 100 جنيه، ما فيش حد أدنى دلوقتي، مش زي زمان بقى وفاكر بقى الاستثمار بالمليونات وكده. بس أهم حاجة تبقى فلوس شهرية تنتظم عليها، وأهم قانون لازم تعرفه في الاستثمار أول ما تخش واللي أنت ما تحطش البيض كله في سلة واحدة، لأن أقلها لو السلة دي اتخرمت البيض كله هيتكسر وأنت اللي هتزعل، زي مثلًا إن أنت ما تجيش تحط الفلوس كلها اللي هتستثمر بيها في شركة واحدة والشركة دي أسهمها تقع فأنت اللي هتزعل في الآخر وفلوسك أنت اللي هتخسر، فأنت لازم توزع الدنيا عشان تقلل مقدار الخسارة عليك، وده تمشيه في أي حاجة في حياتك تقريبًا، يعني أنت استثمارك هنا ممكن تقسمه على 4 ربع عقارات وربع دهب وربع أسهم تكنولوجية وربع صناديق استثمارية، وعلى حسب بقى أنت تقسيمتك عايز تستثمر في إيه بالضبط، بحيث إن لو في شركة منهم نامت أنت لسه برضه في أمان، ولسه دنيتك كويسة، وخسارتك إيه، اللي هو أنت لسه معاك التلات أرباع بمعنى أصح يعني، وعندك هنا التطبيق كمان مسهّل الحوار وهتلاقيه مقسمها لك كلها مجالات والدنيا هتبقى سهلة عليك، وهتعرف أنت عايز تستثمر في أنهي مجال بالضبط، ومن أحسن حاجات التطبيق كمان إن هو كل فترة هيبعت لك رسالة على الجيميل، هيبعت لك أحسن شركات الأداء الفترة ديّة، أحسن أداء مثلًا أداء في الشهر ده، في الأسبوع ده، وهكذا. وفي نفس الوقت وأنت بتستثمر في الشركة هيجيب لك أداء الشركة على مدار 5 سنين، زيّها زي جوجل بالضبط، وممكن كمان تخش تتأكد، عشان برضه لمّا تيجي تستثمر في شركة أنت تبقى عارف بتستثمر في إيه، وشايف الشركة عاملة إزاي. وفي نفس الوقت برضه إن في ناس بتعرف مثلًا لمّا تيجي تستثمر تحلل مثلًا بقى حركة الأسهم طالعة لفوق والّا نازلة لتحت، والدنيا ديّة عشان يعرفوا على مدار السنين بعد كده إيه اللي هيحصل في الشركة دي. وفي كمان جروب عاملينه جروب مستخدمين ساندر، هو جروب مش من الشركة نفسها، بس في ناس كتيرة جوّه عليه، وكمان هتلاقي إفادات وهتلاقي أسئلة كتير موجودة، وهتلاقي إجابات على أي حاجة أنت عايز تسألها مثلًا، لإن برضه نفس الجروب دوّة كان ذكره أحمد حمودة في البودكاست بتاعه، لإن هتلاقيني سايب لك الرابط بتاعه برضه تحت في الوصف، لإن برضه كان ذكره وقال لك إن الجروب فيه ناس كتيرة كويسة، وهُم كمان بقوا بيتابعوا التطبيق من عليه، وبقوا بيتابعوا أسئلة الناس، وبيلاقي إن الfeedback بتاعه كويس جدًا، عشان كده عجبه الجروب وهو حاليًا فيه، ومتابع الناس جوّه. والصراحة الapplication مسهّل عليك الدنيا كلّها، ودي كانت خطة أحمد حمودة اللي هو يخلّي إن الاستثمار تقدر تعمله من التليفون، لإن دلوقتي يعتبر التليفون دوّة ما بقاش يتشال من أي بيت في مصر. إيه هي بقى أهم النصايح اللي أنت تقدر تعرفها عن البرنامج وعن الاستثمار نفسه، عشان تعرف أنت داخل على إيه بالضبط؟ لازم هنا تعرف المدة بتاعتك أنت هتستثمر قد إيه، لو كان قصير المدى من سنة ل3 ولو كان متوسط المدى من 3 ل5 سنين، وممكن كمان ل10 سنين، ولو كمان طويل المدى ممكن من 10 سنين وطالع، ودي الحاجات اللي بتخلّي خسارتك شبه منعدمة أصلًا، لإن أنت هنا مثلًا لو اشتريت السهم النهارده ب10 جنيه، لو بكرة بقى 9 جنيه أنت لسه ما خسرتش، لإن أنت هنا لسه ما خسرتش الخسارة الفعلية، أنت لسه معاك السهم زي ما هو، ولو مثلًا على أبعد تقدير بعد سنة السهم كده هيغلى عافية ذوق مع أساس التضخم، لإن كده الأسهم لازم تعلى سنويًا، فأنت برضه هتكسب كده. القيمة الفعلية اللي أنت بتخسرها بعد ما تبيع، فأنت لحد دلوقتي لسه ما خسرتش، فما تبيعش لو الأسهم مثلًا نزل شوية عشان ما تزعلش أنت، وبرضه لازم نفرّق هنا بين الاستثمار والمضاربة، الاستثمار هنا إن أنت تشتري السهم ويقعد معاك مثلًا سنة، سنتين، 10 سنين كأبعد تقدير يعني، كده هتكسب وهتبيعه إن شاء الله وهيكسب معاك ربح كويس، على الأقل يا عم أنت فلوسك في أمان وهتحافظ على قيمتها من الخسارة لو سِبتها كاش في إيدك، إنما المضاربة هنا أنت ممكن تحط فلوسك في شركة ناشئة، ممكن بعد شهر التمويل دوّة مثلًا يمشي كويس مع الشركة، فمثلًا فلوسك تتضاعف، خلاص بقى أخدت الربح خلاص وبِعت أسهمك، بلاش تطمع بقى عشان ممكن الشركة دي تقفل أو تُقع أو يحصل حاجة في الأسهم لا قدّر الله وتروح أنت فيها، فدي حاجة برضه أحب أقول لك بلاش تطمع. ولازم هنا يبقى في متابعة ربع سنوية أو شهرية، ليه بقى؟ لإن أنت ممكن تدوّر على الشركة تشوف مثلًا ممكن الربح يكون طالع 200% والّا حاجة، ممكن يكون 250% مثلًا ربح والّا حاجة، فأنت ممكن تحتاج تروح بايع الأسهم دي، بس في نفس الوقت القرار اللي هتاخده ما تزعلش عليه خالص، لإن مثلًا كان ممكن تطمع إن الشركة تعلى أكتر من كده، فممكن السهم يروح، فأنت برضه الفرصة راحت منك وكده برضه ضيّعت عليك الفرصة، عشان كده برضه باقول لك بلاش تطمع، وفي نفس الوقت لو السهم خسر أنت ممكن تبقى دي فرصة اللي أنت تشتري تاني أصلًا. رابع حاجة وقت ما السهم يخسر ده مش معناه اللي أنت خلاص تبيع أسهمك وتطلع تجري وتسيب الشركة دي تهرب، ليه بقى؟ لإن زي ما قُلت لك أنت لسه ما خسرتش خسارة فعلية، لإن ممكن يبقى ده فرصة أو تخفيضات يا عم اعتبرها تخفيض على السهم.
إن أنت تشتري أسهم أكتر عشان تزوّد أرباحك فيما بعد، لإن برضه قوانين من قوانين الاستثمار المهمة جدًا وهي الشراء عند سيلان الدماء في الشوارع. بمعنى إيه بقى؟ مثلًا بقى أي مصايب حاصلة أو أزمة اقتصادية أو كورونا زي اللي حصل دلوقتي، أنت أحسن لك وحاجة ممكن تعملها واللي أنت تمشي عكس التيار، لإن السوق ساعتها هيكون واقع، زي دلوقتي كده. أسهم اللي أغلبها كده أغلبها بتقع بسبب الأزمة الاقتصادية، فأنت لو رُحت اشتريت دلوقتي والسهم في أرخص أسعاره، أنت فيما بعد الأسعار دي هتتضاعف وهتكسب أنت أرباح كويسة أوي. أنت مثلًا بقى مش جاي معاك حوار الأسهم وخايف بقى من حتة الأسهم وRisk وسهم طالع وسهم نازل ومش عارف إيه، وعايز إيه، حاجة خطورتها قليلة شوية، تعمل إيه؟ هنا بقى عندك صناديق استثمارية، دي بقى بتعمل إيه؟ دي بتبقى عبارة عن حاجة واحدة مجمّعة مثلًا حوالي 500 شركة مثلًا والّا حاجة، الفلوس اللي أنت بتحطها في الصندوق دوّة بتوزّع المخاطر على ال500 شركة كلّهم، بحيث مثلًا إن أنت لو عندك 200 شركة وقعوا، عندك مثلًا 300 كسبوا، فأنت اللي كسبت الفرق ده. فأنت هنا بقى الربح بيبقى قليل شوية، بس في نفس الوقت بتحافظ على قيمة فلوسك من التضخم. دخل سلبي يا باشا، بتجيب فلوس وأنت نايم على المخدة، بس في نفس الوقت زي ما قُلت لك تحط فلوس بشكل شهري، عشان دي هتفيدك أوي. وبس كده كفاية لحد هنا، وغالبًا مش هيبقى آخر فيديو عن الحوار دوّة، وبرضه هتلاقيني في بقية المنصات لو عايز تسألني على أي حاجة، انستا بقى وفيس والدنيا دي كلها الروابط بتاعتها تحت. وبرضه لو احتجتوا أي حاجة ممكن تسألوني أسئلة تانية، ولو محتاجين فيديو تاني أو حاجة أوسع من كده، فالدنيا هتبقى كويسة برضه، وهاقرا كومنتاتكم كلها، وهنجاوب عليكم إن شاء الله لو نعملوا حلقة كمان على الأسئلة اللي أنتم عايزينها. وممكن برضه نبقى نرد في أسئلة قصيرة على التيك توك والريلز والفيسبوك. وبس كده، يا رب تكون فدناكم. ما تنسوش تدعمنا باللايك والشير والاشتراك لو أول مرة تشوفنا، وتفعل زر الجرس عشان تشوف كل جديد، وتتابع الفيديوهات اللي فاتت وتستنى الفيديوهات اللي جاية. ومع السلامة.